أهمية تحرير عفرين في حل الأزمة السورية. أهمية موقع عفرين الجغرافي في المنطقة. تقع منطقة عفرين في الجزء الشمالي الغربي من بوجاوة، ومتاخمة لحدود باكور كردستان بطول حدود يتجاوز 50 كيلومترا. تبلغ مساحة عفرين مع ريفها حسب بعض المصادر الجغرافية نحو 3850 كيلومتر، أي ما تعادل 12% من مساحة بوجاوة البالغة 200,000 و 251,000 كيلومتر مربع، وتمثل 2% من مساحة سوريا الإجمالية البالغة 185,000 كيلومتر مربع. تتميز منطقة عفرين بمناخها المعتدل والماطر، إضافة إلى خصوبة أراضيها التي أتاحت لسكان الزراعة كافة أصناف الأشجار والمحاصيل الزراعية وعلى مدار العام، خاصة أشجار الزيتون. تشار من آخر الإحصائيات إلى وجود نحو 18 مليون شجرة زيتون، عدا أشجار الحمضيات والفاكهة المتنوعة ومحاصيل الحبوب بكافة أنواعها، وكذلك تزرع فيها جميع أنواع الخضار الصيفية والشتوية أيضا. التركيبة السكانية والديموغرافية لعفرين منذ مئات السنين تتألف غالبيتها العظمى من الكرد، يعني حسب آخر الإحصائيات يعني بحدود 95 إلى 98%، ما عدا بعض العرب المستخدمين إلى المنطقة في زمن ما يسمى بالإصلاح الزراعي في ستينيات القرن الماضي، فيما استوطنت يعني عوائل عربية، بعض العوائل عوائل عربية معدودة على أصابع اليد في فترات متباينة من القرن الماضي أثناء قدومها إلى منطقة عفرين لرعي قطعان أغنامها، وذلك في سنوات القحط التي شهدتها مناطقهم. الكل بيعرفوا عنا بالمنطقة بسموها المعجين، يعني أصحاب الماعز، معجي البندرة هذه يعني في بعض القرى موجودين هذول. ولا يعد هؤلاء من سكان المنطقة الأصلاء بأي حال من الأحوال، مستقدمين يعني. طبعا شو صار هلا ان هويته صارت بعفرين وكذا، هذا موضوع ثاني يعني، هذا موضوع يعني دخل فيه السياسه، لكن احنا عم نحكي بالسكان الاصليين. تباين الاحصاءات الخاصه بتعداد عن سكان عفرين فيما كانت السلطات السوريه تخفي تلك الاعداد، ولاسباب امنيه وسياسيه مخافه استخدامها من قبل الحركه السياسيه الكرديه في محافل دوليه. إلا أن التقديرات تشير إلى أكثر من 350,000 نسمة موزعين على 366 قرية بما فيها مركز مدينة عفرين، و7 نواحي هي كل من راجو، موباتو، شراج، جندريسي، شير، بلبلة، ومؤخرا شيراز. الأوضاع السياسية والأمنية في عفرين قبل احتلالها. ظلت عفرين محافظة على استقرارها وأمنها في بداية اندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا، ومن ثم تحولها إلى حرب أهلية وأزمة عصفت بالبلاد نحو النهاية. هي الفقرة هي يعني في بعض ممكن ملاحظات عليها يعني فريدة بترسوا عليها شوي. فرغم محاولة بعض الأطراف المحسوبة على جهات سياسية معارضة زعزعت أمنها واستقرارها ودفعها أهليها وخاصة فئة الشباب. علينا أن ندرك بأنه في السياسات الدولية لا يوجد شيء اسمه عواطف ولا أخلاق ولا إنسانية. هناك شيء اسمه تبادل مصالح. إذا لنبتعد كل شيء عن ما يسمى بالأخلاق والإنسانية في التعاملات والسياسات الدولية. الشيء الثاني، طرفي الصراع الدولي في الأزمة السورية المتمثلة في روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية كلاهما طبقا قاعدة: اجعل صديقك الذي هو عدو صديق الآخر يضرب صديقي. وقد طبقها الروس وطبقها الأمريكان، سواء في عفرين وسواء في سريكاني، وبما يخص المصالح الروسية بإعطاء وفسح المجال الجوي لإسرائيل. يعني ضرب الخصم بالخصم. الصراعات الدولية الذين خلقوا أزمة سوريا والفوضى الخلاقة لا تهمها الحلول السلمية، بل بالعكس يغذون هذا الصراع لإطالة الأمد. الأزمة السورية
لأن سوريا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات المحلية والإقليمية والدولية على حساب دماء أبناء الشعب السوري. سوريا لم تحرك أي ساكنا دوليا لأنها مسلوبة الإرادة، سواء من الإيرانيين أو من الروس. هناك من يقول، أسمعها كثيرا، بأن الدول حتى الآن لا تطلق على تركيا بأنها محتلة. نعم، لا تطلق، لأن إلى يومنا هذا لا يوجد أي شكوى في مجلس الأمن. دولتين جارتين هن بين بعضهم، إذا لا يوجد من الناحية الدولية والدستورية والمحاكم الجنايات الدولية والإنسانية والأوروبية أي شكوى في مجلس الأمن، سواء بما يخص المناطق المحتلة أو بما يخص حصة سوريا والعراق من المياه الدولية الدجلة والفرات. نهاد فردا ام بحثا چارەسەریە دکن، ام قالا چارەسەریە دکن. اگر عفرین چاوا چیبو بدهان شیروه هنه انالیز گلکن. يعني عفرین ده انجام ده ها داگر کرد. میثاقی ملی پیکات ج حلب ده بگرش، عفرین ده بگره، حتی موصله آرمانجا کی دیار کشفت پیش چاوی حمی عالمی او لهفکرنا هیز ناونتوی به ترکی را جبو بر جواندین خواه تشتکی کشفت ام نکارم بیننا. یه جمعه خواستن چیه؟ یه جمعه کردا خودی وی دوزه جمعه خواستن چیه؟ براستی جی ده حمی وران ده دویم کار بکن. نبستنی لشکری، دیپلماسی، سیاسی، لیکولین کرن لسر عفرینه، جرساندنا گریار دولت ترکیه و اف هاتا کرن